يا مساء الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب دايما كده موفقين ودايما مبسوطين ودايما سعداء كده. وقبل يعني السنه الجديده تكونوا كده حققتوا حاجات كتيره، وان شاء الله تبقوا في افضل صحه وافضل حال. انا عايزه اقول لكم، لو انت بتسمعني الصبح فانت صباح الخير ليك، ولو بتسمعني بالليل فمساء الفل. حلقه النهارده برضو لسه مكمله معاكم في سلسله لم المواد، طبعا لطلبه الثانويه العامه. يلا بس اللي ما اشتركش في القناه، عايزين نكبر القناه بيكو، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات هل الفيديوهات بتعجبكم ولا لا، هل استفدتوا ولا لا. وبشكر جدا جدا اي حد بيقول لي كلمه ايجابيه. طبعا ما تنساش تتابع الصفحه دي، طبعا بنزل لكم عليها كل الملخصات والمراجعات، وطبعا اللي هيدخلها هيستفاد ان شاء الله. حلقه النهارده طلبه كتير جدا هتقول لي لسه بدري على نزول الحلقه دي، انت متوترينه؟ لا للاسف، انا شايفه ان ده انسب وقت تسمعوا فيه الحلقه دي، لان ببساطه انت هتتعلم ازاي تحط جدول رائع جدا هيخليك تلم كل فروع اللغه العربيه. ايوه، حلقه النهارده عن اللغه العربيه. قبل امتحان اخر السنه كده هقول لكم على شويه نصايح تعملوها تقدروا تذاكروا فيها كل فرع من فروع اللغه العربيه وانتم مطمنين تماما. زي ما كلنا عارفين ان فجأة كده بنتفاجئ ان الامتحانات قربت جدا، وهوب بتلاقي نفسك اول امتحان ليك العربي، ومش قدامك الا اسبوع بس تلم فيه كل فروع اللغة العربية. عشان كده انا في الحلقة دي هساعدكم ازاي من دلوقتي تحطوا جدول رائع كده يخليكم تتعلموا ازاي تلموا المنهج كله بالفروع بتاعت اللغة العربية. وكمان انصحكم ان انتوا تسمعوا الفيديو ده للاخر، كل جزء فيه يا جماعة مهم جدا. قبل اي حاجة، انا نزلت ليه الحلقة دي دلوقتي؟ طلبة كتير جدا بتبقى قبل الامتحان بكام يوم مش عايزه تسمع اي فيديوهات، عايزه تستغل كل دقيقه تعدي عليها. غير كده كمان انا هقول لكم على شويه نصايح كده تعملوها عشان تتجنبوا اخطاء كتير جدا اغلب الطلاب بيقعوا فيها قبل الامتحان، وكمان ما بيعرفوش يلموا المنهج خالص. نيجي بقى للمهم، انت عندك ايه في اللغه العربيه؟ اهم 3 فروع في اللغه العربيه يمكن من وجهه نظر طلبه كتير جدا هم النحو والبلاغه والادب. طبعا بعد ان بقى في نصوص متحرره والقراءه والكلام ده كله، ده بيعتمد اكتر على الفهم. طيب اذاكر النحو ازاي قبل الامتحان؟ بص بقى، انت لازم تتاكد انك طبيعي جدا تكون ناسي معلومات كتير جدا في منهج النحو. فكل اللي هطلبه منك في البدايه، ادخل على اليوتيوب، ابدا دور على مراجعات على المنهج كله بتاع النحو مثلا، او تكتب مراجعات شامله للنحو وتبدا تسمعها بتركيز كويس جدا، بحيث لما تيجي تذاكرها تبقى الدنيا سهله عليك. المهم تسمع شرح المدرس اللي انت بترتاح لشرحه، وان هو بيبسط لك المعلومه كويس قوي. تاني نقطه مهمه جدا في موضوع النحو، انك بعد ما تسمع شرح المدرس انك تجيب مذكره مراجعه للنحو. المذكره دي تكون لما كل قواعد النحو، هتساعدك جدا. وكمان اي معلومات اضافيه سمعتها ضيفها في المذكره وابدا ذاكر كويس. طب انا تمام ذاكرت النحو كويس، فهمت اي جزء صعب فيه، ابدا بقى حل عليه. النحو ما بيثبتش الا بالحل، وما ينفعش ان انا افضل احفظ في قواعد كتير وانا ما بحلش. طيب لو حاجه قابلتك ومش عارف تحلها، ارجع تاني للمذكره وتاكد من اجابتك، ده عادي جدا. ممكن تبقى مذاكر وحاجه ترجع ومحتاج ان انت ترجع تاني للمذكره، ده عادي. كده بقى انا بعد ما فهمت القواعد في النحو وكمان ذاكرتها كويس وحفظتها وحليت عليها، انت كده بقيت تمام قوي في النحو، عمرك ما هتقابلك اي مشاكل فيه باذن الله. نيجي بقى لنوع مهم جدا هو البلاغه. مهم جدا جدا انك برضو تفهم بلاغه كويس وتعرف اصلا ازاي تذاكرها، لان زي ما انا قلت قبل كده ان البلاغه معتمده اكتر على الفهم مش الحفظ. فبرضو ادخل واسمع مراجعات للبلاغه وفهمها كويس جدا، ابدا شوف المدرس بيحل ازاي، بحيث تبقى الدنيا واضحه قدامك ومفيش اي مشاكل. بعد كده بقى، بعد ما فهمت كويس، تبدا تذاكر من مذكرات المراجعه وتبدا تجيب بقى قطع للبلاغه وتحل عليها. ولو قابلتك بقى اي صعوبه في حل البلاغه، اسمعوا بقى مدرسين بيحلوا بلاغه كتير عشان تتعلم ازاي هو بيحل البلاغه. كمان انا كنت عملت فيديو مهم قوي عن البلاغه ازاي اقدر اذاكرها، والفيديو ده هسيبه لكم في صندوق الوصف. بجد يا جماعه مهم جدا جدا، هيعلمك ازاي تذاكر اصلا البلاغه وازاي تبقى متميز فيها، وخصوصا بالنظام الجديد. كمان برضو عملت فيديو حلو قوي للنحو هسيبه لكم في صندوق الوصف. نيجي بقى على الادب. ابدا احفظ كويس قوي المدارس الادبيه والسمات بتاعت كل مدرسه، ولو انت حاسس انك تايه فيهم ابدا اسمع شرح المدرس على اليوتيوب، بحيث ان شاء الله ما يبقاش قدامك اي جزء انت مش فاهمه. تقدر تسمع شرح المدرس برضو يعلمك ازاي تتعامل مع القطع دي، وكمان تحل عليها كتير لانها هتبقى سهله اكتر بالحل الكتير. طبعا انت من دلوقتي لازم تبقى عارف ازاي تذاكر كل فرع من فروع اللغه العربيه.
تمام، وتتقنه كويس جدا عشان برضو ايام المراجعات بيبقى الموضوع سهل عليك وما يبقاش فيه ان شاء الله اي مشكله في اي فرع تقابلك باذن الله. طيب دلوقتي احنا عرفنا هنذاكر كل فرع في اللغه العربيه ازاي، نيجي بقى للجدول اللي هنعمله مع بعض وهيخلينا الجدول ده مظبطين كل فرع فيها. اول حاجه حضرتك انت عندك 7 ايام قبل امتحان العربي، هتبدا اول يوم تمسك وحدتين في النحو وتذاكرهم كويس بالطريقه اللي احنا قلنا عليها في اول فيديو. مع النحو بقى هذاكر درسين بلاغه، تمام، وبعد البلاغه خد درس ادب. طيب ده مش كتير عليا؟ لا، لانه انت لسه عندك باقي الفروع لازم تديها حقها. طيب تاني يوم في الاسبوع هتمسك تاني وحدتين تذاكرهم، معاهم 3 دروس بلاغه زائد درس ادب. اتعود بعد ما تذاكر اي وحده في النحو وتحل عليها كويس، لازم علشان لو في اي قاعده انت نسيتها تقدر ترجع ليها تاني. كذلك البلاغه لازم تحل قطع على البلاغه كويس جدا. كده انت اول يومين انا خلصت 4 وحدات نحو مع جزء كبير من البلاغه. نيجي لثالث يوم بقى هناخد وحدتين تانيين من النحو زائد درسين بلاغه زائد 3 دروس ادب. طيب رابع يوم هتاخد وحدتين نحو ودرسين ادب وباقي دروس البلاغه اللي عندك. المهم حضرتك انه خلال اليومين او 3 ايام بالكتير تبقى مخلص لي البلاغه وحالل عليها. طيب انا كده خلال ال4 ايام دول مخلص بلاغه ونحو وادب. نيجي بقى للقراءه والنصوص. هتبدا من اول اليوم الخامس تحل قطع كتير جدا عليهم، او انك مثلا تجيب مدرس بيحل عليهم كتير وتبدا تفهم هو بيحل ازاي وتبدا انت كمان تعمل زيه، او انك تجيب مثلا امتحانات مجابه وتبدا تشوف منها قطع القراءه والنصوص محلوله ازاي. وبعد ما تخلص حل للقراءه والنصوص هتبدا بالليل كده تحل امتحانات شامله وتبدا تشوف شكل الامتحان وشكل الاسئله بيجي ازاي. نيجي بقى لليوم السادس، ايوه هنبدا نكمل حل الامتحانات الشامله. بعد كده حضرتك هتمسك القصه تقراها كده قراءه بالراحه وتفهمها، لان زي ما احنا كلنا عارفين ان الاسئله المقاليه رجعت تاني، احتمال كبير جدا يجيب لك سؤال مقالي في القصه، فلازم تكون مرتب الاحداث كويس قوي في دماغك وفاهم. اليوم بقى الاخير اللي هو ليله الامتحان اللي هو اليوم السابع، هتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت ضعيف فيها في اللغه العربيه وتبدا تراجعها كويس. اي جزء انت ضعيف فيه ابدا راجعه. طيب بالليل كده ابدا اقرا القصه كويس، شوف الاجزاء مثلا اللي بتلخبطك راجع كويس جدا عليها. كده احنا خلصنا الجدول. تعالوا بقى نقول شويه تريكات مهمه جدا هتساعدنا قبل امتحان العربي. وانت بتراجع على فروع اللغه العربيه في الجدول هتقابلك اشكال من الاسئله صعبه ووقفت قدامك وانا فعلا مش عارف احلها. ابدا سجلها كده في ورقه واعرف ان الورقه دي هي الاسئله اللي محتاجه تركيز والاسئله المهمه. طيب مهم جدا كمان ابقى محضر امتحانات شامله قبل ما يجي الاسبوع اللي هيلم فيه منهج اللغه العربيه، سواء بقى امتحانات اونلاين او من الكتاب. المهم ما تقعدش ليله المراجعات تقعد تدور لي على امتحانات. مهم جدا برضو انه خلال اسبوع المراجعه ده انك كل يوم تمسك 4 فصول تقراهم بس كده بتركيز قبل ما تنام. اهم حاجه التركيز، مش هقول لك اقعد احفظ، لا كفايه انك تقرا بتركيز. لو انا بدات اذاكر زي ما قلتي ولكن في حاجات اتراكمت عليا عادي جدا ما يقاسش، كمل الجدول زي ما انت. تعالى على اليوم السادس كده ابدا بص على الاجزاء اللي وقعت منك. نقطه مهمه جدا كمان، طلبه كتير بتبدا تفتح العربي في اسبوع المراجعه ده، وعلى فكره ده غلط جدا. خلي بالك ده اسمه اسبوع مراجعه مش لسه هذاكر من اول وجديد، والنقطه دي انا باكد عليها في كل الفيديوهات يا جماعه. بلاش كمان ننزل الدروس ايام المراجعه، يعني حاول وفر وقتك، اقعد في البيت اسمع مراجعات اونلاين. اليوتيوب دلوقتي ما خلاش حاجه. كمان نظم وقتك كويس، اعرف ازاي من دلوقتي تتفادى الاخطاء اللي احنا قلنا عليها، تمام، عشان لما تيجي تعمل جدول تلم في منهج اللغه العربيه تبقى الدنيا متظبطه معاك وماشيه معاك تمام قوي. طيب عرفتوا ليه بقى انا بنصحكم من دلوقتي تسمعوا الفيديو ده؟ طيب بلاش بقى تفضل تقول او تفضل كده تفكر في صعوبة الامتحان وهل هتلحق وكل التوتر ده، سيبها على الله واعمل اللي عليك. كده بقى تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا، اتمنى تكون حلقة كده سريعة ودخلت على قلوبكم وتكونوا استفدتوا. مستنية رأيكم في الكومنتات، وان شاء الله تبقوا موفقين، وان شاء الله كده مستنية رأيكم. وخشوا كده خدوا لفة في القناة وان شاء الله تستفادوا. شكرا جدا جدا، كانت معاكم آية أشرف، سلام عليكم.